ازيكم يا حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد وفن واخبار. والخبر اللي معانا النهارده عن اسعار الفراخ اللي بيتابعها كل المصريين بشكل يومي. وكلنا طبعا عارفين الفراخ بقالها كام سنة او الكام سنة الاخرانيين في ارتفاع متزايد. اسعارها بقت مرتفعة جدا لدرجة ان في ناس كتير جدا ما بقتش قادرة تجيب الفراخ، لكن اليومين دول الاسعار بدأت تنزل تدريجيا، ومن حوالي اسبوعين 3 بس الفراخ كانت من 80 ل 85، لكن نزلت الاسبوع دون لحاجة و60، من 65 ل 68، وفي مناطق تانية اقل من كده. وطبعا مش الفراخ بس هي اللي الناس متابعة أخبارها، اللحمة كمان والسمك، لكن من أكتر الحاجات اللي المصريين بيعتمدوا عليها في أكلهم هي الفراخ، لأنها بيتعمل عليها خضار وطبيخ، وكمان معظم الأطفال بيحبوا الفراخ أكتر من أي حاجة تانية. وكمان لأن الفراخ مصدر البروتين الحيواني الأكثر استخداما في مصر. وفي تصريح لشعبة الدواجن اللي قالت إن أسعار البيض والفراخ مستقرة للمستهلك من بداية الأسبوع الجاري، وده طبعا في كل محافظات الجمهورية نظرا لتوافر المعروض الكبير من الفراخ. لكن في الحقيقة مش ده اللي بيفرق قوي مع المصريين، هو بيفرق معاهم في الأول وفي الآخر أسعار الفراخ، ومش إنها كمان تستقر لمدة أسبوع ولا أسبوعين، لكن الناس عايزة الفراخ، وكل الأسعار طبعا تبتدي تنزل زي الأول شوية علشان يقدروا يطبخوا، علشان يقدروا ياكلوا، علشان يقدروا يجيبوا أو يوفروا السلع العادية الطبيعية اللي تبقى يعني بيستخدمها كل بيت في. أما عن سعر الفراخ البيضة في المزرعة فبيسجل الكيلو من 60 ل 62، وفي النهاية بيصل للمستهلك من حوالي 67 ل 68، على حد أقصى 70 جنيه، وده في مناطق قليلة جدا. وفي تصريح سابق لشعبة الدواجن اللي قالت فيه إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض السلع بدأت في 15 أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار اللي بقى في كل حاجة، وخاصة الوقت دون في الخضار واللي ملحوظ بشكل كبير جدا، إلا إنه برضو أكتر حاجة فارقة مع الناس ومع المصريين هي الدواجن، لأنه من أكتر الحاجات اللي بيعتمد عليها المصريين أو كل ستات البيوت في الأكل بشكل يومي. وبجد بنتمنى ان الاسعار تنزل اكتر واكتر، مش بس الفراخ والسمك واللحمة والخضار، وكل حاجة ترجع زي زمان عشان كل الناس تقدر تاكل، وكل الناس تقدر تعيش، وكل ستات البيوت يقدروا يقدموا وجبات مفيدة لأولادهم، خاصة ان احنا في دراسة والولاد محتاجين ان هم ياكلوا كويس، ومش بس طبعا كل الناس محتاجة تاكل كويس، ده ابسط حقوقنا. ومن اكتر الحاجات طبعا اللي فارقه معانا كلنا الوقت ده هو الاسعار ومتابعه الاسعار. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تتابعوني في فيديوهات تانية جديده. باي باي.